لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعار لتتوصل بالجديد دائما. كشفت مجموعة من التقارير الإخبارية على أن مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الفرنسي هيرفي رونار اقترب من إقناع اللاعب الموهوب زين الدين مشاش نجم تولوز الفرنسي، وذلك لتمثيل منتخب أسود الأطلس خلال قادم المنافسات، حيث أصبح اللاعب على وشك ارتداء قميص المنتخب المغربي. في المقابل تحرك مسؤولو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإقناع اللاعب لتمثيل المنتخب المغربي، مستغلين توتر العلاقة بينه وبين الاتحاد الجزائري، الشيء الذي جعل مساعد المدرب هيرفي رونار يوسف حجي يتابع اللاعب في أزيد من مناسبة وإقناعه بحمل قميص الأسود واللعب في مونديال روسيا. وأضافت نفس التقارير الإخبارية على أن اللاعب الموهوب زين الدين مشاش نجم تولوز الفرنسي يواجه مشاكلا مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد وراورا، الذي سبق له والتقى باللاعب ذي الأصول الجزائرية المغربية من أجل إقناعه بحمل قميص منتخب الجزائر، مستغلا أخاه الذي سبق وجاور نادي مولودية العلمة الجزائرية، حسب ما أفادت به مجلة فرانس فوتبول الفرنسية. وأيضا في سياق أخبار المحترفين المغاربة في الدوريات الأوروبية، فقد أكد موقع جول المتخصص في المستديرة أن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم سيشرك الدولي المغربي حكيمي كأساسي في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو التي ستبدأ بعد قليل. وسيعود حكيمي لاعب المنتخب المغربي إلى الرسمية من جديد، حيث سيتم تعويضه بالدولي الإسباني داني كارفاخال الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة وتعرض للإيقاف لمباراتين. وستكون أمام حكيمي فرصة ذهبية لإبراز مكانته وانسجامه رفقة المجموعة لضمان الرسمية بشكل دائم، أو على الأقل عدم إعارته في الميركاتو الشتوي الحالي.